من البداية قالوا لك اتعب، قوم وعافر لسه بدري. من البداية قالوا لك اسعى واجري. من البداية قالوا لك خدها جد. ولما مر الوقت شوية والسنة جريت شوية بقى كله فيك يحبط الجد. قالوا فاشل مش هتقدر، قالوا ازاي هتغير حياتك وانت مستسلم وعادي. شفت من بعيد يوم قصادي، يوم فيه ملامح مشهدية، مشهد لوحدك جوه اوضتك، كسرة امك، حزن ابوك، والعياط والشماتين. واللي قالك مش بيذاكر كان من صف الكدابين. اللي قالك انه ضايع واللي قالك انها عيد كان بيحبط فيك يهد ويداري على شمعه يقيد. وانت وحدك جوه اوضتك كل يوم كسرة بيزيد، والثقة راحت معادت، اب وام معاملة باتت انك شخص مالكش ايد. اما مشهد تاني شفته، نبض قلبه ووقت خفته، ورعشة الايد في النتيجة وزغرطاية، وضحكة ابوك ودمعة امك لكن بفرحة. وقتها تعب الليالي وسهرك اللي فات هتشوف في عين اهلك فرحة. بنت بقيت، بنت جابت، ابني داس على الارض ثابت. سدوا عين الشماتين اللي هدك من البداية، قوم وريه انت مين. باقي شهر 2 3 قالوا وقتك عدى فات. قوم مصمم قول بعناد، لو هبات كل ليلة ما دوقش نوم. حلمي يستاهل هعافر، هلقى تعب اكيد في يوم. عافر حلمك يستاهل، صمم توصل علشانك. وقعة و2 و3 قوم تاني ده فوق مكانك. اوعى تسلم ودانك لكلام لو احبطوك. قادر تبني في حطامك توصل رغم الشكوك. قادر والوقت لسه، قادر لو تتعب اكتر. اضغط نفسك هتوصل وتشوف حلمك بيكبر. ابدأ من تاني وعافر، بكرة تعبك هتلاقي. اوعى تسلم لفشلك او تقبل بالبواقي. محدش هيحبك لو انت فاشل، حتى انت مش هتحب نفسك لو انت فاشل. وايه المشكلة؟ هخسر، that's fair. اتعلم بعد كده. هخسر الماتش ده، اكسب الماتش الجاي. هخسر الماتش الجاي، ايه المشكلة؟ هتعلم برضو بالماتش الجاي واكسب الماتش اللي بعده. هخسر الماتش اللي بعده، ايه المشكلة؟ ما هو انا قصدي ما عنديش حل تاني، انا جاي اعيش. المجتمع بتاعنا دلوقتي بقى وصل لمرحلة ان هو بقى بيستكتر على اللي معهوش ان هو يعيش كويس. المجتمع ده ما بيرحمنيش انا شخصيا لما بغلط، ما بيرحمش حد. المجتمع ما بيرحمش حد خالص. فمن هنا اتعلم ان الحياة كل ما فيها ينتزع، ما فيش حاجة حق مكتسب. فعشان ما فيش حاجة حق مكتسب ما ينفعش ان انا اقف اعيط. انا ما عنديش رفاهية ان انا اقف اعيط، ما عنديش رفاهية ان انا اشتكي، ما عنديش رفاهية ان انا اقف اقول لا ده ظلموني، ما عنديش رفاهية ان انا اشتكي بالقانون، ما عنديش رفاهية لاي حاجة. انا اتعلمت ان انا اخد حقي بايدي منين؟ من السنين اللي انا كنت بتدشمل فيها. واقول لك حاجه كمان على الحياه مش عادله، ما كانتش عادله قبل كده، مش عادله دلوقتي، ومش هتبقى عادله في المستقبل. فما تقعش في فخ الضحيه، انت مش ضحيه. المشاكل اللي بتحصل لك دي دلوقتي اللي انت فاكر ان هي ساعات ظلم، دي الحياه بتجهزك للشخص اللي انت عايز تبقى فيه كمان 5 و10 سنين. ده ربنا بيستجاب لدعواتك. وانا مين فرحني ولا مين حس بيا؟ ده انا لما حسبت الايام اللي انا فرحت فيها لقيت نفسي خسران كتير قوي. لقيت نفسي مش عايش يا كابتن. لازم تفهم يا حاج انك لو استسلمت هتحس بالعجز والندم طول عمرك. هتبقى زي الحيطه المايله، اي هزه ممكن تسويها بالارض. انا كمان استسلمت زيك في لحظه وحسيت بالعجز، بس قاومت الاحساس ده وخرجت براه وقدرت احلم، ولازم احقق حلمي وانجح. واوعى تفتكر ان ربنا مش شايفك، شايف وحاسس وعالم، وحاسس قد ايه هي قافله معاك جدا، بس ليه حكمه. الف حمد وشكر ليك يا رب على كل اللي انت بتبعته، لان في الاخر ربك بيعمل لنا الخير وبيعمل لنا اللي صالح لينا. بس يمكن الدنيا لهيانه شويه. اوعى تبعد عن ربنا مهما حصل، مهما كانت مهما كانت الدنيا قافله في كل حاجه. باب ربنا اوعى تقفله، خليك دايما بين ايدين ربنا وادعيه، واوعى تيأس. ربك عالم وحنين، وهيبعت لك اللي يطبطب عليه، وهو هيطبطب عليه. اي حاجه انت خايف منها عشان تكتسب كنز الشجاعه، هات الخوف لاخره. ايه اللي هيحصل يعني؟ مش هيحصل حاجه. هترجع بعد ما تجيب الخوف لاخره، ترجع للمتاح دلوقتي. لكن لما تجيب الخوف لاخره هتلاقيه محتمل، فتقوم راجع للمتاح دلوقتي وتبذل قصارى جهدك. احيانا ربنا بيقفل الباب، بس مش عشان حاجه وحشه ليك، ده عشان قفله الباب اللي انت نفسك فيه، واللي انت واقف بتعيط قدامه، واللي انت قلبك مفروم عليه. يا رب انا عايز الباب ده
انا نفسي في ده ويتقفل بالضبه والمفتاح في وشك وانت مقهور. ليه يا رب؟ يا رب ده كان اقصى حلم ليا في الحياه وانت مش عارف ان ربنا بيقفله في وشك، لانك لو كنت دخلته كنت هتتحرم من باب اعظم منه 1000 مره واوسع منه 1000 مره، كان هيتفتح بعد ما تكون دخلت في التاني وما كنتش هتاخده. ما انتش عارف ربنا عين لك ايه. كلام بيجيب كلام، فانت ما تتكلمش كتير وتصدع نفسك وتصدع اللي حواليك. نفذ على ارض الواقع واعمل فلوس وانجح. التجربه تجيب تجربه، ما نجحتش في الاولى ديك بتتعلم، جرب تاني، ما نجحتش في الثانيه هتتعلم تاني. ما تخليش حد يتلوح عليك ولا يتنك عليك ولا يفخمها عليك ولا يعظمها عليك. شوف نفسك دايما كبير، هو شايف نفسه حلو انت شايف نفسك الماس، هو شايف نفسه جامد انت شايف نفسك البابا. شوف نفسك كبير هتفضل كبير. لو ركزت على اللي ضاع منك عمرك ما هتشوف اللي بيستناك. شوف رزقك، الدنيا واسعه. اطلب منك طلب واحد بس، استخدمني، اعمل من خلالي اي حاجه يعني عشان احس ان ليا قيمه، لان كانت التحديات كبيره. فالحقيقه مع اي جايزه بناخدها اولا بحس انها رساله من ربنا، انه زي ما يكون بيطبطب عليا كده، يعني بيقول لي تشجع انا، يعني انا في ظهرك، انا واقف معاك. انت ليه مستني حد يدعمك؟ يا تنجح لوحدك يا تقف على رجلك لوحدك، ما حدش هيساعدك، عشان يوم ما يساعدك هيجي يقول لك انا اللي عملتك. اعمل نفسك برجلك، لان كل الناس هتطلع تقول لك وحش، كله في البدايه يقول لك وحش، ما حدش هيقول لك غير لما توصل. انت عدو نفسك صراحه يعني. اكدب عليك، بص يا ابن عمي، انا كنت مخبي عليك الفتره اللي فاتت، بس انا بصراحه عايز اصالحك. بص، اوسخ شخصيه في حياتك هي انت والله، وفي حياتي انا شخصيا اوسخ شخصيه في حياتي هو اللي انا باصص له في الموبايل دلوقتي. ليه؟ لان انت كل يوم الصبح بتقوم اكبر عدو في حياتك هو اللي انت بتشوفه في المرايه ده. والله بص، انا كنت هندم لو كانت جت عليا لحظه حسيت ان انا قصرت او ما عملتش اللي عليا، او ان فرصه المكسب 1 في المليون دي ما كانتش تبقى من نصيبي. محدش هيحبك لو انت فاشل، حتى انت مش هتحب نفسك لو انت فاشل. في الاول وفي الاخر انت كان الريموت كنترول في ايدك، ربنا ما خلقكش وانت ريموت كنترول حياتك في ايد حد تاني غيرك. عشان كده انت هتتحاسب على ايه؟ تتحاسب على حاجه كان بره ايدك، تتحاسب على ظروف مش ظروفك. فقبل ما تسال نفسك انا اصل المبررات عاوز اسال نفسك انا عملت ايه عشان اخد الحاجه اللي فيه مليون واحد غيري عايزين يوصلوا للحاجه دي. انا عملت ايه زياده؟ انا عملت ايه مختلف؟ انا استحملت ايه اكتر منهم؟ العالم مليان ناس موهوبين ما عملوش حاجه. بص يا ابني، اللي حصل وما تقدرش تغيره. صح غلط. لما الدنيا تديك ظهرها ادي ظهرك للدنيا. الدنيا مش عايزه اللي يتفرج عليها، لو فضلت تبص لها من بعيد هتقول لك باي باي يا عينيا. انت ما انتش عارف ربنا بيختار لك ازاي، ربنا بيرتب لك ازاي، ربنا بيدبر لك ازاي. يا عم ارضى، يا عم ثق في ربنا، يا عم سلم امورك لله وفوض امورك لله. القضيه مش كلها بتدار بحساباتك انت. اسمع نصيحتي يا ابني، لا حد هيشيل همك ولا حد هيشيل شيلتك ولا حد هيحس بوجعك حبيبي، ولا حد هيطلع من جيبه ويديلك ولا حد هياخد من سعادته ويديلك يا حبيبي. يا ابني خليك مع الله وارمي حمولك على الله، خليك قريب من ربك. خليك دايما فاكر الجمله، انت مش افكارك، انت حريه اختيارك لافكارك، وانت برضو مش صوتك الداخلي، انت اللي قاعد سامع صوتك الداخلي. كده في اتنين، في واحد بيتكلم وفي واحد بيلاحظه. انت اللي بتلاحظه وتقول له يكمل كلام في ايه ويوقف كلام عن ايه. اصلح واحد فينا ممكن تجيله اسوأ الافكار، بس اللي بيخليه اصلح واحد فينا انه ما بيحطش الافكار دي في افعال وما بيسمحلهاش انها تسيطر عليه.